السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي كل يوم جديد مع ام رحمة على اليوتيوب. النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض احلى والذ كب كيك. هنعمل جزء بالفانيليا وجزء بالشوكولاتة. الاولاد كلهم بيحبوه والكبار كمان. حاجة لذيذة وبسيطة ومقاديرها بسيطة وعلى قد الإيد ومتوفرة عندك في بيتك. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وأعرفكم على مقاديري على طول. في البداية يا حبايبي، إذا عجبكم الفيديو بتاعي لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. أعرفكم بقى على مقادير الكب كيك. معايا 1.5 كوباية من الدقيق، والدقيق ده أنا نخلاه. معايا كمان 1 كوباية من الحليب، 1.25 كوباية من الزيت، 1 كوباية من السكر، ومعايا 1 كوباية مية دافية احتياطي. معايا 2 معلقة من الخل، معايا بيضة واحدة، ومعلقتين كبار من الكاكاو، 2 معلقة من النشا، وكيسين فانيليا، رشة ملح، وكيس بيكنج باودر. هي دي بس كده مقادير الكب كيك اللي هنعمله النهارده. انا دلوقتي جبت شفشق الخلاط علشان هعمل فيه المكونات بتاعتي. كوباية الحليب، كوباية السكر، كوباية الا ربع من الزيت، والبيضة، والخل، وكيسين الفانيليا. واضرب الخليط ده كده في الخلاط لمدة 2 دقيقتين، مش اكتر من كده. المكونات كلها ضربتها، المكونات السائلة كلها ضربتها زي ما انتوا شايفين كده في الخلاط. هعمل ايه بعد كده؟ هجيب الدقيق بتاعي واحط عليه رشة الملح والبيكنج باودر والنشا واقلبهم كده مع الدقيق. اجي هنا اروح فضة الدقيق على الخليط او المكونات اللي انا ضربتها في الخلاط، واقلب كده. اقلب الخليط كويس جدا. شايفين يا حبايبي؟ قلبته كويس جدا. شايفين الخليط بقى كويس ازاي؟ معايا انا كوبايه زي ما انتوا شايفين كده، هحط فيها جزء من الخليط. انا ليه حطيته في الكوبايه ديت؟ عشان يبقى سهل عليا كده وانا ايه بصبها في ورق الكب كيك او في قوالب الكب كيك. معايا بقى ايه الجزء اللي اتبقى، احط فيه 2 معلقة الكاكاو واقلب كده الكاكاو مع الخليط الكويس جدا ده. انا قلبت الكاكاو مع الخليط اللي انا قسمته، ومعايا قالب الكب كيك وحطيت فيه الورق. هصب بقى
بسم الله. انا مملهاش على اخرها عشان اعمل حساب برضو اما تستوي هتعلى وترتفع. صبيت الكب كيك زي ما انتوا شايفين كده، الفانيليا والشوكولاته. كان عندي 4 اطباق من الاطباق ديت، رحت مفضيه فيهم. قد ايه شكله حلو قوي. دلوقتي بقى انا مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180. هدخل بقى الكب كيك بتاعي في الفرن يستوي. هيقعد كده من 30 دقيقه ل 35 دقيقه. بعد ما يستوي مع المتابعه المستمره نرجع مع بعض تاني بعد ما يستوي عشان اوريكم احلى كب كيك. ايه رايكم كده بقى في شكل الكب كيك؟ جميل تحفه. ريحته حلوه قوي، مستوي. شايفين شكل؟ نفتحها كده مع بعض اوريها لكم. مستويه هشه مش مكتومه. شايفين شكلها حلو ازاي؟ شايفين؟ حاجه بسيطه جدا عملتوها لاولادكم وفرحتوا بيها الاطفال الصغيرين مع كوبايه شاي بلبن وبالهنا والشفا. ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يعجبكم ويكون بسيط كده وخفيف. اذا عجبكم الفيديو بتاعي لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.